قال لي عموما ادي التليفون وهو، وراح رزعوا لي في يدي هنا بالطريقه دي وسابه وهو طالع. قال لي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. للاسف اتفاجئت النهارده انه صاحب التليفون ده اللي هو عايز عوض التليفون اللي اتسرق من 15 سنه في المحل القديم، جاني النهارده ويقول لي جرستني وفضحتني. برضه كده برضه ده كلام. طب جرستك وفضحتك ليه؟ قلت له هل انا ذكرت اسمك؟ جبت صورتك؟ قلت عليك اي حاجه؟ اتلفظت بلفظ خارج مش كويس في الفيديو؟ بل بالعكس، انا ما نحكي القصه اللي حصلت وما فيهاش اي تاليف ولا اي زياده ولا اي نقصان. لقيته بيقول لي ايه؟ بعد اذنك يا استاذ عمرو لو سمحت انا عايز تليفوني، وانا يا عم هنقبل العوض. فانت عملت لي فيديو مش عارف ايه، قال لي في ناس كانت تعرف الموضوع ده في البيت واول ما شافوا الفيديو فهموا. طب انا ايه ذنبي يعني؟ انا عايز تليفوني يا ابو العم. يعني قلت يعني انت جاي يعني وباي وش بعد 15 سنه، مع انك انت في البدايه قلت ما نقبلش العوض، جاي تطالب بتليفونك، مع انه ناس كتير في التعليقات قال لي حقه ومش حقه ومش عارف ايه والكلام ده كله. ما قلناش ان احنا مش حقه، بس هو الراجل احنا عرضنا عليه في البدايه انه ياخد عوض او فلوس، قال لا واكتفى. فلما لقيته مصمم وعايز انه ياخد عوض التليفون، قلت ما عنديش اي مشكله خالص. جبت التليفون اللي هو زي بتاعه، قلت له اتفضل ادي التليفون بتاعك اهو. قال لي لا مش بتاعي دي. قلت له اثبت لي بقى. قلت له اثبت لي، انا مش بحور على فكره ومش بالف، انا بحكي اللي حصل. قلت له اثبت لي انه مش بتاعك، مش تليفونك ده، او اخو ده بالظبط اللي انت كنت جايبه لي كان بايظ. قال لي بالظبط. قلت له اعتبره هو، وده شغال مش عايز غير بطاريه بس، وهنتصرف ونجيب لك بطاريه، والتليفون اصلا شغال. قال لي لا. قلت له خلاص يبقى ما تحكيش. قال لي لا انا عايز تليفوني. قلت له اعتبره ده. مسك التليفون وخد الموبايل وقلب فيه شويه ورايح يمشي. قلت له تعالى هنا. قال لي قلت له ادفع اللي عليك. قال لي لا. قلت له ادفع اللي عليك، انت مش سمعت الفيديو والكلام ما عجبكش؟ قال لي قلت له ادفع اللي عليك. قال لي اللي عليا دي. قلت له انت واخد مني 3 كروت شحن، كان سعر الكارت وقتها ابو 10 جنيه ب 13 جنيه ونص، 3 في 13 ونص ب 40 جنيه، وواخد مني وقتها كارت 512 ميجا كان بحوالي 27 جنيه. تمام؟ دخلنا احنا كده في كام؟ دخلنا في حوالي 67 جنيه او 70 جنيه. قلت واخد مني وصله لما جيت حكيت لي قصه التليفون ده اللي من 15 سنه اللي انا اصلا نسيتها. خدت مني وصله طيب سي طرفين ب 120 جنيه. انت كده حسابك دخل في 200 جنيه. هات ال 200 جنيه حضرتك وتفضل خد التليفون. قال لي بس ده اصلا ما تنساش 200 جنيه. قلت له حضرتك انت مش جاي تدافع على حقك وعايز حقك وعايز التليفون؟ قال لي قلت اديني اللي ليا وخد اللي ليك. وقف كده قال لي ده انا جزاتي، يعني المفروض يوم السرقه ما كنتش سبتك. قلت كنت هتعمل لي ايه يعني؟ كنت هتحبسني؟ محل واتسرق وناس كتير محلات هتتسرق وفي ناس ما بتقبلش العوض، وانت من ضمن الناس قلت مش عايز عوض. ومع ذلك رجعت مره واثنين وثلاثه وخدت كارت شحن واثنين وثلاثه وخدت كارت ميموري وما تكلمتش. ومر وعدى على القصه 15 سنه وجيت خدت مني الاسبوع اللي فات وصلت شاحن ب 120 جنيه وذكرتني بالحوار وقلت لي ده اعتبر كده التليفون عشان انا ما تكلمتش، اعتبرها من ضمن العوض. وما تكلمناش. عملت فيديو لا ذكرت اسمك ولا قلت انت من فين ولا جبت سيره عنك في اي حكايه الا انا ما نشرح القصه. ومع العلم انا دلوقتي قادر نجيب اسمك وسيرتك، بس برضه مش هنعملها لانه عيب ومش من حقي في نفس الوقت ومحدش يرضاها. لكن انت عايز تليفونك وجاي زعلان، اتفضل يا سيدي تليفونك وشغال. انت كنت جايب لي واحد بايظ، ده شغال. خد الموبايل واديني ال 200 جنيه بتاعتي او ال 180 جنيه بتاعتي قبل مليم بالظبط كده. قال لي لا يا ابو العم، انا اصلا وقت ما كنت مديك التليفون دي ده كان بمبلغ وقدره. قلت ما حصلش. الله كان مبلغ وقدره ولا حاجه، الله كان مستعمل ما يتباع ب 150 جنيه. قال لي انت عارف ال 150 جنيه كانت تسوى كام؟ ده كان كيلو اللحمه وقتها ب 25 جنيه. قلت طب وانا مالي؟ انا ايه ذنبي؟ انت اهو قاعد تليفونك زي ما هو، خده وادفع اللي عليك. قال لي عموما ادي التليفون وهو، وراح رزعوا لي في يدي هنا بالطريقه دي وسابه وهو طالع. قال لي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل ونتقابلوا في الاخره. طب يا رب نعمل ايه بس انا يعني نعمل ايه يعني؟ لا الزين نافع ولا الشين نافع. طب ايه نعمله؟ انت واحد جيت تاخد تليفونك، ايه تليفونك؟ ادفع اللي عليك
ولا عند بس تدفع اللي عليك جيبك حرقك ويدك كلتك؟ يا جماعه عيب الكلام دي، يا جماعه عيب. التليفون كله ما يسواش 5 جنيه على بعضه دلوقتي، ما يسواش 5 جنيه على بعض. حتى ما ينفعش قطع غيار، ما فيش جاي تاني زيه عشان انا نصلح منه قطع غيار. وجاي تقول انت فضحت وجرست، طب حد عارفك انت مين؟ حد شاف وشك؟ ما تخليك راجل كده محترم.